姐姐姐，这张去。Katie, do you have all your stuff? Yep, I'm fine. So. Stand by. Yes, sir. ليلة الرعب في واشنطن. تفاصيل محاولة استهداف الرئيس ترامب في عشاء المراسلين. واشنطن 26 أبريل 2026. في حادثة هزت أركان العاصمة الأمريكية وأعادت إلى الأذهان ذكريات محاولات الاغتيال السابقة، تعرض الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب لمحاولة استهداف مسلح مساء السبت أثناء مشاركتهما في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض السنوي بفندق هيلتون واشنطن. لحظة الصفر، من رنة أطباق إلى دوي رصاص. بدأت الواقعة في تمام الساعة التي كان يتحضر فيها الرئيس لإلقاء كلمته أمام مئات الصحفيين والمسؤولين، وبحسب شهود عيان سمع دوي إطلاق نار مفاجئ ما بين 5 إلى 8 طلقات في منطقة الردهة الخارجية المؤدية للقاعة الكبرى. في البداية صرح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي لاحق بأنه ظن الصوت ناتجا عن سقوط صينية طعام من يد أحد النادلين، لكن سرعان ما تحول المشهد إلى فوضى عارمة عندما اندفع رجال الخدمة السرية نحو المنصة لإجلاء الرئيس والسيدة الأولى، بينما ارتمى الصحفيون والمدعوون تحت الطاولات في مشهد حبس الأنفاس. المهاجم والضحايا. كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عن هوية المشتبه به، وهو شاب يدعى كول توماس آلين 31 عاما من ولاية كاليفورنيا، وتشير التقارير الأولية إلى أن آلين تمكن من الوصول إلى نقطة التفتيش الأمنية، وكان يحمل بندقية خرطوش شوتجان، مسدسا يدويا، عدة سكاكين. أثناء محاولته اقتحام القاعة اشتبك آلين مع عناصر الأمن، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط الخدمة السرية بطلقة نارية مباشرة، لكن سترة الحماية من الرصاص أنقذت حياته، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة. رد فعل ترامب: سنعود وبقوة. لم يتخلى ترامب عن أسلوبه المعهود في مواجهة الأزمات، فبعد تأمينه في البيت الأبيض ظهر في مؤتمر صحفي ليعلن بوضوح: نحن بخير، والخدمة السرية قامت بعمل جبار. وبنبرة لا تخلو من التحدي أشار إلى أنه يخطط لإعادة جدولة الحفل في غضون شهر، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لن توقف المسيرة. ثغرة أمنية تثير التساؤلات. تطرح هذه الحادثة تساؤلات حرجة حول كيفية وصول شخص مدجج بالسلاح إلى فندق هيلتون واشنطن، الذي يعد واحدا من أكثر المواقع تأمينا أثناء هذا الحدث. عمدة واشنطن موريل باوزر صرحت بأن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان المهاجم قد استفاد من ثغرة في إجراءات الدخول أو إذا كان مسجلا كضيف في الفندق. تداعيات سياسية وعالمية. توالت ردود الفعل الدولية، حيث أعرب زعماء العالم عن صدمتهم من تكرار استهداف الرئيس الأمريكي. وفي الداخل زادت الحادثة من حالة الاستقطاب، حيث يرى مؤيدو ترامب أن هذا استهداف ممنهج لمنعه من إكمال مسيرته، بينما دعا معارضوه إلى ضرورة تهدئة الخطاب السياسي الذي وصل لمرحلة الانفجار. نقطة للتأمل. المشهد اللي شفناه امبارح بيأكد أننا في عصر ما بقاش فيه مكان آمن بنسبة 100%، حتى لو كنت وسط مئات الكاميرات ورجال الأمن. الحادثة دي مش بس هزت واشنطن، دي خلت العالم كله يسأل: إيه اللي جاي بعد كده في خريطة السياسة الأمريكية؟ هل تعتقد أن هذه الحادثة ستؤثر على شعبية ترامب في الفترة القادمة، أم أنها مجرد حلقة جديدة في مسلسل ترامب ضد الجميع؟ الرصاصة التي أخطأت الهدف وأصابت الاستقرار. لا يمكن النظر إلى ما حدث بالأمس على أنه مجرد خرق أمني، بل هو زلزال سياسي سيترك آثاره لسنوات. إليك تحليلا لأهم الأبعاد. 1. ترسيخ نظرية البطل المستهدف. منذ حادثة بنسلفانيا في 2024 وحتى حادثة هيلتون واشنطن بالأمس، نجح ترامب في تحويل هذه اللحظات الحرجة إلى وقود سياسي. ظهوره ببدلة التوكسيدو بعد ساعات من الحادثة ليتحدث بثبات يعزز لدى قاعدته الانتخابية صورة الزعيم الذي لا يقهر. النتيجة: زيادة الالتفاف الشعبي حوله وتهميش أي معارضة داخل الحزب الجمهوري. 2. أزمة الثقة في المؤسسات. الخدمة السرية تحت المقصلة.
هذه هي المرة الثالثة في غضون عامين التي يقترب فيها مسلح من الرئيس أو المرشح الرئاسي. التحليل: الفشل المتكرر يغذي نظريات المؤامرة حول وجود دولة عميقة تحاول التخلص منه، مما يضعف الثقة في الأجهزة الأمنية الفيدرالية ويجعل إصلاحها بنداً أولياً في أي أجندة سياسية قادمة. 3. مفارقة المكان والزمان. وقوع الحادثة في عشاء مراسلي البيت الأبيض له دلالة رمزية قاسية. هذا المكان يمثل الهدنة السنوية بين السلطة والصحافة. الأثر: تحول العشاء من مناسبة للسخرية السياسية والتقارب إلى ساحة معركة، مما سيزيد من حدة العداء بين ترامب والإعلام، حيث سيتهم الخطاب الإعلامي المحرض بأنه الملهم لهؤلاء الذئاب المنفردة. هل نحن أمام عنف سياسي مستدام؟ الخوف الحقيقي الآن ليس فقط على حياة الأفراد، بل على الديمقراطية نفسها. عندما يصبح العنف هو اللغة البديلة للحوار السياسي، ننتقل من مرحلة المنافسة إلى مرحلة البقاء للأقوى. رؤية تحليلية: ترامب اليوم ليس مجرد سياسيا، بل أصبح بالنسبة لمؤيديه رمزا للمقاومة ضد نظام يحاول إقصاءه بكل الوسائل بما فيها الرصاص. هذا التصور يجعل من الصعب جدا العودة لمسار سياسي طبيعي في المستقبل القريب.